مشكله كبيره بنواجهها كاهلاويه يوم الاثنين الجاي. قبل ما اقول لك ايه هي المشكله، بقول لك اهلا بيك على قناه سي علي على اليوتيوب في حلقه خاصه عن المرحله الحاسمه من الدوري المصري اللي باقي على انتهاء 4 مباريات. الزمالك بيتصدر الدوري على غير العاده في السنين اللي فاتت ب 49 نقطه، يليه بيراميدز 44 والاهلي برضه 44. فرق 5 نقاط قبل 4 مباريات من الدوري بيخلوا الزمالك يخوض بقيه المباريات باريحيه. المشكله بقى ان الزمالك ماتشه الساعه 5. طب هتقول لي ايه مشكله الماتش الزمالك الساعه 5؟ الزمالك هيلعب قبلينا، قبل الاهلي وبيراميدز. الزمالك لو كسب ام بي لا قدر الله هيبقى الفرق 8 نقط. يعني الامور ضغط عصبي اكتر على بيراميدز والاهلي، وهيخلي لعيبه الاهلي تاخد المباراه دي بضغط اكبر عشان يرجع يقلل الفرق تاني ل5، وحتى بيراميدز نفس القصه. وهنرجع لبيراميدز وازاي بيواجه الاهلي بعد كده. لكن هي انا شايف صفحات نادي الزمالك وجماهيره بيطالبوا بالضغط على اتحاد الكوره ان هم ما يلعبوش الساعه 5، وانا شايف ان ده يعني يا ريت ما يلعبوش الساعه 5. يعني يا ريت الماتشين يتلعبوا في نفس الوقت. لكن ميزه هم مش واخدين بالهم منها ان هو هيلعب قبل ماتش الاهلي وبيراميدز. يقدر ال 49 يبقوا 52. تخيل انت الاهلي يبقى داخل 44 وفوقيه الزمالك 52، فرق كبير في النقط. هيبقى فاضل للزمالك 3 ماتشات. الزمالك كده يعني بيقرب خطوه ونص عشان ياخد بطوله الدوري. فانا شايف ان دي مشكله كبيره لينا بتواجهنا كاهلاويه. الماتش اللي هيسبق ماتش الاهلي وبيراميدز ماتش الزمالك وانبي. نسال الله التسهيل، يعني ان الكابتن حمزه الجمل وشبابه اقطاي وعبد الله وحتحوت اللي هم يعني بيلعبوا بلا هدف، لكن بيقدموا كرة حلوه السنه دي. بيقدموا كرة حلوه السنه دي نادي انبي، وقدروا ان هم يكونوا من ضمن ال8 فرق اللي في مرحله حسم الدوري. فاحنا يعني يا رب بس يتعادلوا، يا رب بس يخسروا نقطتين. احنا مش عايزين اكتر من نقطتين. طبعا ده بيتوقف بقى بعد كده على تروب. تروب هيعمل ايه قدام بيراميدز؟ هل تروب في فتره يعني كان بيدي اجازه وسط الاجازه، هل استعد بقى نفسيا، عدي اللاعبين نفسيا وبدنيا وفنيا لل4 ماتشات اللي فاضلين؟ بيراميدز، الزمالك، المصري، اعدل ويمبي، اعدل الفرقه لل4 ماتشات دول، وخصوصا ماتشين بيراميدز والزمالك. خصوصا بقول لك انا كان عمال يدي اجازه وسط الاجازه، هو لاعب زد وكسبنا ودي 3-1. بس هل بقى هو مصمم على نفس الخطه اللي ماشي بيها طول الدوري اللي خسرتنا نقط بالمناسبه؟ انت لو تراجع مشوار الاهلي في الدوري، اقسم بالله اسهل دوري يكسبه الاهلي. يعني هتقول لي الزمالك حلو وبيراميدز، والله الاهلي ضيع نقط كانت تدخله المرحله الحاسمه وهو بطل للدوري. ازاي؟ يعني انا بص، انا عايزك تقول لي ازاي الاهلي اتعادل مع 8 فرق. 8 فرق مضيع 16 نقطه تعادلات، وللاسف منهم 5 فرق في مرحله الهبوط. يعني الاهلي متعادل 8 ماتشات، 8 ماتشات دول ب 16 نقطه، الاهلي خسران فيهم 16 نقطه، الى جانب الهزيمه من بيراميدز وطلائع الجيش. فالاهلي خسران 22 نقطه. 22 نقطه ده شيء احنا مش متعودين عليه كلعيبه كجماهير للاهلي. 22 نقطه يا سيدي، انت لما كنت خسرت نصهم بس، يعني 22 نقطه قدرت من يعني ايه ترجع فيهم في 11 مثلا، كان الزمالك متصدر عن الزمالك ب6 نقط. فانا مش عايز اقول لك اني الزمالك كويس والزمالك عنده ازمات، والزمالك، لكن الاهلي اللي وحش قوي. الاهلي وحش قوي انك تخسر 22 نقطه، 80% من النقط. يعني انا بكلمك في ايه؟ في 15 نقطه من مجموعه الهبوط. خسران 15 نقطه من الفرق اللي بتلعب في مجموعه الهبوط. ده مش اهلي يا جماعه، ده مش اهلي ومش لعيبه. ما تقوليش لعيبه، يعني ما تمشيش ورا انت كاهلاوي اعلام الزمالك والحرب النفسيه اللي بيقودها شادي عيسى وخالد الغندور وطارق السيد وديودار واسلام صادق والجروب ده الى جانب القنوات الاعلاميه. بص، ما تمشيش ورا ان زيزو وامام وبن شرقي هم اللي هيخسروا الاهلي الدوري. لا، ما تمشيش ورا الكلام ده، الارقام بتقول غير كده.
يعني الارقام بتقول غير كده. يعني انا مثلا تريزيجيه هداف الدوري. مين هداف؟ تريزيجيه. صفقه الاهلي الجديده السنه دي 9 تجوان. 9 تجوان، هداف الدوري. مش ناصر منسي، مش بيزيرا، مش عبد الله السعيد. طبعا احنا بنسمع في الميديا وفي القنوات ومقدمي البرامج شعر بيتقال في لعيبه الزمالك، شعر. وهداف الدوري اهلاوي. طب بن شرقي، هو مش تريزيجيه وحش؟ طب بن شرقي، نروح لبن شرقي. بن شرقي جايب، عامل 6 اسيست وجايب جونين الموسم ده. بن شرقي 6 اسيست وجونين. زيزو اللي بيقول لك احنا بدلناه بزيرا، انا هقول لك ايه الفرق بين زيزو وبزيرا، وليه بزيرا معمول عليه هاله طويله؟ عشان زيزو هاله كبيره عشان خاطر مكايده في زيزو، مكايده في زيزو. يعني زيزو جاب 4 تجوان وعامل 5 اسيست. مش حلو؟ مش حلو صح؟ تعال اقول لك بزيرا بقى، 3 تجوان و4 اسيست. زيزو 4 تجوان و5 اسيست، 9 يعني 9 تأثيرات في الدوري هجومية. بزيرا 7، 3 تجوان و4 اسيست. بالارقام زيزو افضل في الدوري من بزيرا. بس الاعلام بيقول غير كده، اعلام جوبلز. عارفين جوبلز اللي كان مع هتلر؟ ماشي، اللي هو بيصور لك حاجه مش موجوده. ماشي، اللي هو بتاع اسقطنا 100 طائره ده، انت فاهم؟ بتاع جوبلز ده بتاع هتلر، فاهم؟ فانت بالارقام ما تمشيش ورا دماغهم. هو هيموت او يعني هيجرى له حاجه والثلاثه يمشوا. امام، زيزو، بن شرقي، الثلاثه دول يمشوا يختفوا. امام هو اقل واحد السنه دي، لكن هو مر بازمه الفيروس ووقع على كتفه ومستواه ما رجعش بعد العوده من موضوع الفيروس ده. فانا بقول لك بالارقام. طب بالارقام بلاش زيزو يا عم، زيزو هو اللي عامل مشكله كبيره، بلاش زيزو. محمود صابر بتاع زد تاني، انا عايزك بس تحط مرايه كده. بزيرا 3 تجوان 4 اسيست، 7 مساهمات هجوميه. محمود صابر بتاع زد اللعيب الغلبان المصري الغلبان، 3 اهداف و6 اسيست، بتاع زد اللي بيلعب في مرحله الهبوط. بالارقام صابر احسن من زيزو، من بزيرا. يعني صابر احسن من بزيرا. طب بلاش يا عم مصريين، ما تقارنيش المصريين بالبرازيلي الاسطوره الساحر البرازيلي. يا عم الساحر البرازيلي جايب 3 جوان و4 اسيست. انت عمال تمجد لغرض، الغرض هو زيزو بس كده. الغرض هو زيزو بس، انت فاهم؟ طيب بلاش يا عم، زي ما قلت لك بلاش مصري. تعالى ل دغموم بتاع الجزائري اللي بقى له نص موسم مصاب. 4 تجوان و4 اسيست، 8 مساهمات هجوميه. بزيرا 7 مساهمات هجوميه. ده احنا دغموم نعمل له تمثال؟ لا 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 لا، انا هديك واحد تاني. فخري لقاي سيراميكا، 6 جوان و5 اسيست، 11 مساهمه للجنوب افريقي. تاني 6 جوان و5 اسيست فخري لقاي، 11 مساهمه قدام 7 مساهمات لبزيرا. يعني اللي اقول ايه تاني؟ والله اقول لكم حد تاني، اقول لكم تاني. اوجولا، محدش عارف صديق اوجولا بتاع سيراميكا ده؟ محدش واخد باله منه. اوجولا ولا بزيرا؟ طبعا هتلاقي بزيرا. هتغلط في الكاهن الاعظم. اوجولا 7 تجوان و3 اسيست. يعني انا بقول لك اوجولا جايب 7 تجوان و3 اسيست، بزيرا 3 تجوان و4 اسيست. بس طبعا هتلاقي في الميديا كل القنوات ورضا عبد العال بص كله بزيرا هو التوب، انت فاهم؟ بقول لك في مكايده في زيزو، يعني خرج نفسك من الموضوع. طب اديك واحد مصري تاني، اسامه فيصل، 8 تجوان و3 اسيست. يعني منسي 6 جوان و3 اسيست. طب منسي ولا اسامه فيصل؟ هتلاقي الهاله الاعلاميه والشو الاعلامي كله معمول على اسامه فيصل. تخيل، يعني انا بقول لك اسامه فيصل 8 تجوان و3 اسيست بتاع البنك الاهلي ولاعب الزمالك السابق طبعا. منسي بقى الاسطوره، وهو يعني غلبان ويستحق يعني 6 جوان و3 اسيست. بس الهاله الاعلاميه محطوطه على مين؟
محطوط على منسي. الهاله الاعلاميه محطوطه على مين؟ محطوطه على بزيره. ما حدش بيجيب سيره صديق جوله، ما حدش بيجيب سيره محمود صابر، ما حدش بيجيب سيره فخري لقاي. طب يا سيدي بلاش لعيب مش هتتخيله، خالد الغندور بتاع سموحه ليه 8 مساهمات. تخيل خالد الغندور بتاع سموحه مساهماته اعلى من بزيره. خالد الغندور 3 جوان و5 اسيست. بس مش هتسمع اسم خالد الغندور، مش هتسمعه، مش هتسمعه، مش هيغيظ زيزو لما تقول خالد الغندور. مش ملوش مش هيحط زيزو بين قوسين بين جملتين. زيزو لعيب كبير هنستفيد منه في الاهلي 3 4 سنين قدام. واذا كان الموسم ده بنمر بيه بموسم سيء وهو السيء بتاعنا هو الافضل بالنسبه لغيرنا. انا بقول لك الاهلي خسران 22 نقطه. 22 نقطه لو الاهلي لم نصهم، بس لم نصهم كان احنا فارقين دلوقتي ب5 6 نقط عن الزمالك وبيراميدز. انت فاهم؟ ف يمكن ان شاء الله الاهلي احنا متوسمين خير بقى في ايه؟ في اللعيبه انها تقدر تكسب ال4 ماتشات وما خدناش الدوري نروح دوري الابطال. مش عايزين نبعد عن دوري الابطال، مش عايزين نبعد عن دوري الابطال. هتقول لي اصل اللعيبه، قلت له والله ترب يا جدع. اصل بص، ترب هو المشكله. انا كلاعب، انا كزيزو، كتريزيجيه، كبن شرقي، المدرب بيكلفني بمهام لو ما نفذتهاش مش هشارك، مش هشارك. فبضطر اعمل اللي عايزه المدرب مش اللي انا عايزه. تاني، المدرب بيكلفني بمهام، ترب بيكلف اللعيبه بمهام، فبضطر انا اعمل اللي المدرب عايزه، لان لو ما عملتشلوش الافكار بتاعته التكتيكيه في الملعب انا هتاخد هتشال من التشكيل. فبضطر العب بطريقه المدرب اللي هي بتحد من ابداعاتي، بتحد من امكانياتي، فبيبان اللعيبه وحشه. لا، هي اللعيبه عايزه مدرب يحررها، يطور امكانياتها. ف يعني ربنا يكرم ويكون في تغيير في طريقه فكر ترب لادارته للمباريات. وكل اللي هممنا ان احنا نكسب ال4 ماتشات، بيراميدز وبعدين الزمالك، ويعني الدوري بقى ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. قدرنا الزمالك تعثر وقدرنا نفوز بالدوري يبقى الحمد لله. ما قدرناش لا قدر الله برضو احنا الاهلي نطلع دوري ابطال. احنا الاهلي يا جماعه اخر 20 سنه الزمالك واخد البطوله 3 مرات بس. يعني من 2006 2026 20 بطوله دوري، ماشي، اللي 2025 20 بطوله دوري. اخر 20 بطوله دوري الاهلي واخد 17 والزمالك واخد 3. فاحنا الاهلي يعني عايزك تفتخر بالفرقه. وفي مواسم كده بتمر علينا بتبقى عجاف. ف لا ان شاء الله احنا نكسب ال4 ماتشات، وبعد كده بقى الاداره تشوف مدرب تاني، تبتدي تشوف الاخطاء اللي وقعت فيها طول الموسم وتبتدي تصلحها في بدايه الموسم الجديد. بس واحنا موجودين في دوري الابطال، اتمنى ان اكون قلت لكم كل حاجه عن المرحله الحاسمه للدوري اللي فاضل فيها اخر 4 مباريات. وان شاء الله يوم الاثنين نفرح ان شاء الله بتعثر الزمالك وفوز الاهلي على بيراميدز. سلام.